اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده حابين نتكلم في موضوع جديد خاص بالشواحن، وهو نفهم اكتر ايه البيانات اللي بتبقى مكتوبه على كابلات الشواحن، اللي بتبقى مكتوبه على ظهر الشاحن، ايه معنى الشهادات وايه معنى الارقام اللي بنشوفها على الشواحن، بحيث ان احنا نبقى فاهمين اولا، وثانيا نبقى عارفين ازاي نختار المنتج وايه معنى الكلام اللي مكتوب عليه. فالنهارده معانا واحد من الشواحن جات لنا دفعه جديده منه، اللي هو باسن، من اكتر الشواحن اللي بحبها في البورتابل تشارجرز لعدة أسباب. طبعا أولا خامتها محترمة جدا، ثانيا البيانات، طريقة عرض البيانات والحاجة اللي بيقدمها لك. أنا مش عايز أطول عليكم في الفيديو ده لأن مش ده الهدف منه، احنا نتكلم على الشاحن، ولكن هو بيقدر يديتكت الإيرث موجود ولا لأ، الأوفر هيت، الفولتج، بيحسب الكيلو وات اور قد إيه اللي اتعمل اللي أنت استهلكته، وطبعا من خلال الزرار ده تقدر تتحكم في الأمبير من أول 10 أمبير لحد 32 أمبير. ولكن مش ده موضوعنا الأساسي النهارده. موضوعنا هو بقى ايه الكلام اللي بيبقى مكتوب على التشارجر من ورا. فلو جينا بصينا هنا هنلاقي ان التشارجرز طبعا بيديك الانديكيشن بتاعت الشحن، لو فاضي، لو اللمبه لونها ايه معناها ايه، فلاشنج مثلا معناها ان هو في التشارجنج مود، لو لايت يعني كونكتد مود يعني انت موصل، فولت مود لما ينور احمر. طيب بيقول لك بقى شويه حاجات، كوشنز مثلا، خلي بالك الشاحن طبعا في ريسك اوف الكتريكال تشوك، اللي هي ان هو يكهربك يعني. الشاحن ما فيهوش اي اي حاجه ان انت بتغيرها او تعمل له سيرفيس، مش محتاج يتعمل له صيانه يعني. وبيقول لك ما تسيبش الشاحن until please don't leave until the charging box is in charging status. يعني معناها ما تمشيش وتسيب الشاحن في العربيه غير لما تتاكد ان هو عمل خلاص في مود الشحن. طيب شويه warnings بقى، بيقول لك ايه، ما تستخدمش الشاحن دوت لو تعرض لصدمه جامده او اتخبط او اتكسر. الشاحن ده للاستخدام للسيارات الكهربائيه فقط، وبيشتغل وما ينفعش. دي بقى من الحاجات يا جماعه المهمه جدا، اللي هي يعني ضروري ان هي تكون موجوده، وضروري ان احنا نسعى ان احنا نعملها لو في امكانيه نعملها. طبعا انا عارف ان طبعا الناس بتجيب بورتابل تشارجر عشان عنده مشكله في الشحن في البيت، او ما عندوش مكان ثابت يعمل الكلام ده كله، ولكن في حاجه مهمه قوي لازم تركب، سواء هتركب شاحن بورتابل وهتستخدمه عشان الاستخدام اللي هو العادي من فيشه او الكلام ده كله، او هتستخدمه للطوارئ يعني، عامة لو في فرصة لدوت يعني، او ان انت تقلل من استخدامك لو ما فيش الجهاز اللي احنا نقول عليه دلوقتي. هو بيقول لك ايه، only working under the protection of RCD circuit RCD circuit breaker in the proper supply section. دي معنى ايه كلمة RCD؟ ال RCD ده اللي هو residual current device، ده ديفايس بيحس بأي فولت موجود في الكهرباء. هو يعني باختصار بيعمل ايه، الكهرباء اللي عندي في نيوترال وفي لاين، الكهرباء دي بتلف في النيوترال واللاين، لما بيلاقي امبالانس، مفيش توازن ما بين النيوترال واللاين، بيفصل الشاحن، لان ده معناه ان في تسريب في الكهرباء، ده معناها ان لا قدر الله لو حد مسك السلك او حاجه ده معرض ان هو يحصل صدمه كهربائيه. فمهم ان الار سي دي ده اللي هو ريزيدوال كارنت ديفايس ده يكون موجود. هو بريكر، بيبقى على شكل بريكر، بيبقى غالي طبعا شويه، ولكن هو ده امان ليك وللشاحن وللعربيه، فده مهم جدا. فده مهم يركب حتى لو بتشحن من فيشه، ان هي تبقى واصله على البريكر ار سي دي. تمام، لو في امكانيه ده طبعا، لو انت مسافر او حاجه واستخدامك هيكون كاجوال يعني اليوم يومين اللي انت قاعد فيهم، ماشي، انا عارف ان في صعوبه في حاجه زي كده، ولكن هو الشاحن او الشاحن كلها بتقول لك ان لازم وجود ديفايس زي ده. طيب فكده فهمنا يعني ايه ار سي دي، ريزيدوال كارنت ديفايس. Don't use this device with an extension cord or an adapter. معناها ايه؟ ما ينفعش نعمل اكستنشن طويل قوي للشاحن دوت ونوصله. يفضل طبعا ان انت تستخدم المقاس بتاعه. هنتكلم دلوقتي ليه طبعا الاكستنشن بيأثر على الشاحن والكلام ده كله. لان هو الفكره في ايه، الفكره طبعا ان انت الاكستنشن ده بيعمل حاجتين. اول حاجه بيعمل ميس ماتش. ميس ماتش بمعنى ايه، ان هو الكابل ده مصمم ان هو بالسايز بتاعه يوصل كهرباء معينه ويوصل فولت معين. فانت لما بتطول السلك بتاثر على الحاجات دي، بتاثر على الكهرباء الكرنت، وبتاثر على الفولتج، فبيحصل فولتج دروب لان المقاومه بتعلى، فلما المقاومه تعلى يبقى معناها الكهرباء هتقل، هتمشي في السلك، وبالتالي يحصل دروب في الفولت.
يؤدي الى سخونيه الشاحن ويؤدي الى حاجات كتيره جدا. طبعا في بروتكشن في الشاحن ضد الحاجات ديت، ولكن هو بيقول لك ليه ما تستخدمش الكورد ده. طيب لو هنستخدم، ما طبيعي ما السلك الحيطه والكلام ده كله فيها ماشي الاسلاك في الاخر لحد الفيشه اللي انا بستخدم منها الشاحن. طبعا ماشي فيها، ولكن عشان كده الشاحن دوت بيوريك الفولت اللي هو قريه قد ايه. فمهم جدا ان انت لما تيجي توصل، يعني خليني برضو ما دام في امكانيه نعمل دوت نوصل ونوريكم برضو عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم على ايه. هتيجي احنا وصلنا اهو عشان نقيس نوصل الشاحن، نشحن بالفيشه العاديه. اسف طبعا الفيديو ممكن يكون طويل شويه، بس هو الهدف منه تعليمي، فاتمنى يكون الفيديو ممتع يعني خلال الفرجه اللي انتوا تتفرجوا. هنلاقي هنا الشاحن بيقرا الامبير اللي هو بيسحبه قد ايه. الفولت اللي وصل له 222 فولت. كيلو وات اور، كي دبليو اتش دي معناها كيلو وات اور، يعني سحب قد ايه كيلو وات اور لحد دلوقتي، وفي تايم قد ايه، في وقت قد ايه. درجة الحرارة اللي هو بتاعة الشاحن قد ايه دلوقتي، 26 درجة، ومديني هنا الارث وعليه علامة تعجب، يعني معناها الارث مش واصل، وهو متوصل على 8 امبير، يعني هو بيقدر يشتغل من اول 8 امبير لحد 32 امبير. يعني عندك 5 مود، 8 بتدوس على الزرار يقلب ل 10، دوس تاني 16 24 32 وهكذا. طبعا احنا في الفيشه زي ما قلنا اخرنا فقط 16 امبير. تمام. طيب فانت ايه اللي بيحصل لما توصل الكورد؟ بيعمل ريزيستنس عاليه لان الكابل طبعا بقى اطول، فبيأثر على الفولت. ممكن تلاقي الفولت مش مظبوط، والفولت مش مظبوط مش كده بس، مش وهو مقري هنا بس، لا ده وانت موصل العربيه، لان ده كده وهي كونكتد بيبقى حاجه وهي مش كونكتد ليها فولت تاني خالص. فانت ممكن تكون قاري الفولت تمام، بس لما تيجي توصل العربيه تلاقي الفولت وقع جامد، مثلا وقع ل 150 100 ده طبعا دي ارقام صغيره يعني. فيفضل ان انت تبقى وزن الرينج ده اللي هو من 200 ل 240 يعني زي الفل مفيش مشكله، لكن اقل من كده معناها ان في مشكله. وخلينا بما اننا اتكلمنا على ليه الاكستنشن كورد الشواحن بيقول لك ما توصلوش، او التطويله بتاعت الشاحن ما توصلش، خلينا نفهم برضو ليه ده بيحصل، وليه مهم قوي السايزنج بتاع الكيبلز حتى لو هيبقى فيه اكستنشن يبقى مظبوط. لان عندنا قانون اوم بيقول ايه؟ بيقول ان الجهد بيساوي التيار في المقاومه. تمام؟ فاحنا المفروض الجهد اللي عندنا اللي الشاحن بيشتغل عليه المظبوط 220 فولت، ولو انا عايز اشحن على 32 امبير ففي مقاومه معينه، هو الشاحن ديزايند ان هو كده، ان هو عند جهد 220 فولت يديك 32 امبير بطول السلك اللي هم عاملينه دوت، بالديزاين بتاع الكيبلز بكل حاجه موجوده في الشاحن. طيب ايه اللي بيحصل لما انت بتوصل الاكستنشن كورد او التصويله بتاعت السلك ده؟ اللي بيحصل ان انت بتلعب في الفاكتور اللي هو كان المفروض عندك ثابت على الطول اللي هم عاملينه، اللي هي ريزيستنس. ليه بقى؟ لان عندي قانون تاني للمقاومه بيقول الار بتساوي الرو اي، المقاومه النوعيه بتاعه السلك، لو انا بستخدم نحاس او الومنيوم او وات ايفر، في حالتنا نحاس ده ثابت، اوكي، في ال اللينس اللي هو اللينس بتاع الكابل على الكروس سكشن. دي الحاجات اللي بتاثر على المقاومه. فانا ايه اللي بيحصل عندي لما باجي انا اطول السلك اللي هو اللينس ده طولته؟ فانا ايه اللي حصل؟ المقاومه زادت، المقاومه رفعت. فعشان كده بنحاول نعوضها بايه؟ بيقول لك لو انت السلك هيطول هات بقى سلك تخين عشان تعلي الكروس سكشن السمك بتاعه، فيقوم عامل ايه في المقاومه؟ يقوم مقللها. فانت لما بتطول انت بتلعب في المقاومه. طب لما المقاومه بتعلى ايه اللي بيحصل؟ لما المقاومه دي بتعلى، المقاومه دي بتقاوم ايه؟ بتقاوم الامبير اللي ماشي، التيار اللي ماشي، فالتيار ينزل. فايه اللي يحصل؟ يحصل بقى حراره اعلى طبعا لان المقاومه عليت، وفي نفس الوقت ممكن يحصل فولتج دروب في الحاله دي لان الامبير وقع. طيب فاحنا بنعوض ده بايه؟ بنعوض ده بان احنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي اللينس قليل او نعلي الكروس سكشن بتاع السلك. فبدل مثلا ما يبقى سلك 6 مللي يبقى 10، بدل 10 يبقى 16 حسب الطول طبعا والكلام ده كله. فده ليه هنا بيقول لك ما تستخدمش كورد. كده احنا فهمنا ليه ما نطولش السلك، والسلك لما بنطوله بيحصل ايه؟ بيرفع المقاومه بسبب ان الطول عالي، وبالتالي لما المقاومه تعلى الامبير ينزل، فبالتالي ممكن لما الامبير ينزل يعمل لي بقى الفولتج دروب والكلام اللي احنا بنشوفه ده كله، ويسخن السلك والكيبل والكلام ده كله. فدي حته ليه ما نطولش الشاحن اللي جاي معانا، او لو هنطوله نراعي الحاجات دي، نراعي
السمك بتاعه ونراعي ان اللينس ما يبقاش عالي. بس كده. هنلاقي هنا بقى بيقول لك ايه الانبوت والاوتبوت. هو بيقدر يشتغل لحد امتى؟ بيقدر يشتغل من اول 100 فولت ل 250 فولت اي سي على تردد 50 و60 هرتز. اوبريتنج تمبريتشر بيشتغل من اول سالب 25، يعني في الشتاء ما عندكش مشكله خالص، و55 درجه لحد 55 درجه. وخلي بالكم يا جماعه في الصيف عندنا درجات الحراره طبعا بتوصل لاعلى من كده، وده مش مقصود بيها ان درجه الحراره الخارجيه كام، هو درجه حرارته اللي يقدر يتحملها قد ايه. طب لو عدى ده بيعمل ايه؟ بيفصل. طيب نيجي تاني حاجه مهمه قوي وهي الاي بي بروتكشن. اي بي 66 دي 66 دي معناها ايه؟ ان هو يقدر يتحمل. اول رقم ده بيبقى ليه علاقه بالاتربه اللي هي بنسميها السوليد اوبجكتس، والسته الثانيه دي اللي هي الخاصه بالووتر ريزيستنس، يعني لو الدنيا مطرت يقدر تمام يتحمل كويس، ولو هيستخدم يعني الاوت دور عامه في بره يعني هتساب في الشارع مفيش مشكله لان الاي بي بروتكشن عالي. فمن اول 66 فيما فوق ده ممتاز. في حاجات تانية كمان طبعا 67 بتبقى ممتازه جدا يعني في التحمل اكتر. نيجي هنا بقى للستاندردز. الاي ان الشهاده ديت الاي ان 62752 واليو ال 2594. دي شهادات. يو ال دي معناها ان هو البرودكت ده يو ال ليستد. يو ال ليستد دي شهاده عاملاها امريكا وكندا، لازم البرودكتس تاخدها عشان تقدر تتباع في اوروبا او في كندا او في امريكا. فالشاحن ده ينفع يستخدم طبعا مطابق للمواصفات الاوروبيه، وهنتكلم على الشهادات دي دلوقتي. ويو ال ليستد او يو ال معاه شهاده اليو ال اللي هو ينفع يباع برضو في امريكا وفي كندا. عشان كده بحب باسن جدا، من اكتر الشواحن اللي انا بحبها جدا، وكل الناس اللي خدوه مبسوطين منه جدا يعني. طبعا ليكج بيقدر يحس لو في تسريب لحد 30 ملي امبير، وفي حاله الدي سي طبعا ل 6 ملي امبير. والريتد كارنت اللي يقدر يشتغل عليه لحد 40 امبير ماكسيموم، تمام، اللي يقدر يسحبه اللي يقدر يطلعه. طبعا هنا 32، بس لو العربيه طلبت اكتر هو خلاص هو بياخد اوردر فيقدر يوصل لحد 40 امبير. وطبعا امريكا احنا عارفين ان في سنجل فيز بيوصل ل 40 امبير، عشان كده ده مكتوب واحنا عرفنا ان هو يو ال. هنلاقي هنا مثلا اول حاجه مكتوب اي في سي الكتريك فيكل كيبل، دي معناها كده HO7BZ 5-F. الشهاده الاي اي سي اللي هي 62893 اي اي سي 123. تعالوا نتكلم على الكلام ده. وال3 جي لو خدنا بالنا هنلاقي كلمه 3 جي 6 ملي متر سكوير بلس 1 في 0.75 ملي متر سكوير، و450 فولت 750 فولت. هنفهم بقى، تعالوا نفهم الكلام ده معناه ايه، عشان وانت بعد كده بتجيب شاحن او بتجيب كيبل او الكلام ده كله تبقى فاهم. اذا الكيبل اللي عندنا بيبقى متقسم لحاجتين: مواصفات وشهادات اختبار. كابل شحن اي حاجه متقسمه للحاجتين دول. تعالوا اول نبدا بالحاجه السهله اللي كلنا بنبص عليها وبنلاقيها على الكيبل، وهي هنا الرقم ده في السبيكس 3G 6 ملم مربع زائد 1 في 75 ملم مربع. ايه معنى الارقام دي؟ معنى الارقام دي ان انا عندي الثلاثه دي معناها ان انا عندي 3 كابلات، منهم جراوند ارضي، منهم كابل للارضي مقاسهم 6 ملم. يبقى انا عندي 3 كابلات مقاسهم 6 ملم مربع، منهم 1 ارضي. طب ايه الكابل ده؟ معناها ان في كيبل كمان او سلك سمكه 7/10 ملم سكوير. ده طبعا بيبقى دايما للكوميونيكيشن، اللي هو الكوميونيكيشن ما بين الشاحن وما بين العربيه. تمام كده فهمنا معنى الارقام دي. هتلاقي كابلات تانية مثلا مكتوب 5G 6 ملم سكوير زائد مثلا برضو نفس الكلام 1 في نص، مثلا نص ملم سكوير. ده معناه ايه؟ هتلاقيها دي للعربيات اللي بتاخد 3 فاز، العربيات الاوروبي او العربيات الصيني اللي هي بتاخد 3 فاز زي الاي 3 مثلا، او بنتكلم على العربيات الاوروبي زي اي عربيه اوروبي لانها بتاخد 3 فاز الفول باور بتاعها يعني. فده معناه ايه؟ معناها ان انا عندي 5 كابلات، 5 اسلاك سمكهم 6 مللي، منهم 1 جرام، اللي هم ايه؟ نيوترال
زائد L1 زائد لاين 1 وL2 وL3 زائد اللي احنا قلنا منهم واحد ايه؟ منهم واحد جراوند. يبقى دول كام؟ 1 2 3 4 5، الخمسه اللي احنا قلنا عليهم، زائد الجزء بتاع الكابل السلك اللي هو بتاع الكوميونيكيشن. يبقى احنا كده فهمنا الارقام اللي بتبقى مكتوبه دي معناها ايه على الكابلات. تعالوا بقى نخش على السبيكس الثانيه اللي بنقراها، اللي احنا قريناها في الاول على السلك، اللي هي H07BZ5F. معناها ايه؟ طيب اول حاجه الاتش دي معناها ان هو هارمونايزد كيبل. يعني ايه هارمونايزد كيبل؟ يعني الكابل ده بيكومبلاي مع اليوروبيان ستاندردز، ان هو متوافق مع او هارمونايزد مع المواصفات الاوروبيه. عشان كده الشواحن اللي بتبقى جايه مواصفاتها اوروبيه بتبقى مناسبه جدا لمصر، عشان الحته دي ان هي معموله للكود المصري الاوروبي. فما فيش اي مشاكل ما بين الكوميونيكيشن، ما بين الشبكه الكهرباء يعني والشاحن، وما بين العربيه، لان هو معمول لكده. طيب وده الستاندرد غير البروتوكول زي ما قلنا. خلينا نتكلم دلوقتي على الستاندرد. طيب 07 ده معناها ايه؟ 07 دي معناها ده الانديكيتور بتاع الفولت اللي هو يقدر يتحمله، ان الكابل ده تيستد لحد من 450 ل 750 فولت. احنا طبعا بنوصله على 220 فولت، فكده هو معدي وزياده، يعني هو يقدر يستحمل، هو التستنج بتاعه اللي حصل لحد 750 فولت. ففهمنا يعني ايه 07. طيب البي دي معناها ايه؟ البي دي معناها ان الكابل ده isolated with XLPE. XLPE دي اختصار ايه؟ X يعني كروس، L linked بولي ايثيلين. السلك عباره عامل ازاي؟ الكابل ده عباره عن ايه؟ عباره عن الشيلد الخارجي، وجواه الشيلد التاني اللي هو العزل، وهو ده المقصود بالعزل اللي احنا بنسميه XLPE. ودي بتبقى ماده من البولي ايثيلين ممتازه جدا في العزل الكهربائي والميكانيكي للكابل، فالحراري والميكانيكي والحاجات دي كلها للكابل. فمعنى كلمه بي ان هو ايزوليتد بالاكس ال بي اي اللي هي كروس لينكد بولي ايثيلين. عرفنا اختصارها وفهمنا معناها ايه. زد 5 معناها ايه؟ ان هو هالوجين فري او زيرو هالوجين، يعني بنسميها زيرو هالوجين. ايه الزيرو هالوجين دي؟ الهالوجين ده مجموعه من الحاجات المواد الكيميائيه لا قدر الله مع الحراره العاليه او في حاله حريق دي غازات توكسيك، فبتطلع ممكن تعمل مشاكل كتير جدا للي جنبها. واحد تلاقيه دايما بيتخنق والدخان ده طالع، او تسبب تسمم لا قدر الله. فمعنى كده ان الكابل ده ما فيهوش هالوجين، زيرو هالوجين، فهو في حاله لا قدر الله حرايق او سخونه الكابل او الكلام ده ما بيطلعش منه سموكس اللي هي الكيميكالز ديت اللي ممكن تسبب تسمم او الكلام ده كله. فمعناه ان الكابل ده خالي من الهالوجين. نيجي الاف. معنى كلمه اف من اسمها اول حرف فلكسبل، معناها فلكسبل كونستراكشن، يعني الكابل ده معمول ان هو يبقى فلكسبل عشان للاستخدامات اللي هي لها علاقه ان الكابل ده هيفضل يتحرك او هتشيله او هتحطه هتلفه، زي ما اللي هو طبيعه الكابلات البورتبل يعني، او الشواحن البورتبل. فهو مصمم الديزاين بتاعه بتاع الاسلاك والنحاس والكلام ده كله ان هو يبقى للفلكسبل ابلكيشن زي البورتبل تشارجر. نيجي لاخر حاجه عشان ما نطولش عليكم، وتقدروا جوجل ده بيطلع لك الشهاده دي معناها ايه. IEC 62893. انا حطيت الشهاده دي تحديدا لان دي معناها ان الكابل حاصل على شهادات الاختبار او الستاندر مطابق لمعايير الاختبار الاوروبيه، اللي هو ان هو مخصص لشحن السيارات الكهربائيه. فده معنى الشهاده اللي هي بالكود دوت، ده معناها ان هي حاصل، ان الكابل ده حاصل على شهاده الاي اي سي ستاندرد او مطابق للاي اي سي ستاندرد، اللي بتقول لك في الاخر ان الكابل ده مخصص او معمول لشحن السيارات الكهربائيه. اشكركم جدا، اتمنى الفيديو يكون مفيد، ان انتوا استفدتوا منه المعلومات اللي موجوده، وده هيساعدكم برضو سواء كمستخدمين او سواء كشركات ان انتوا تختاروا الشواحن، وتبقى عارف انت بتختار بناء على ايه، وليه فروقات الاسعار بتيجي ما بين الشواحن وبعض، وليه مهم تجيب شاحن او كابل او بورتبل تشارجر بيبقى فيه المواصفات دي، وتبقى فاهم يعني ايه 3G 6 والمقاسات والستاندردز بتاعته. شكرا ليكم، واتمنى الفيديو لو عجبكم يا ريت تعملوا لنا لايك، ولو في اي استفسارات في الكومنتس احب طبعا ان انا ارد عليها. شكرا ليكم.